انا جايه النهارده اقول لكم شويه حاجات لو انت ناوي تفتح شركه تسويق عقاري. اعمل سيف للفيديو عشان هتحتاجه قريب. اول حاجه لازم تعرف السوق كويس وتقدر المعلومه. ذاكر المناطق كويس واعرف الفرق ما بين العقارات واشتراطات كل منطقه. حلل المنافس كويس جدا واعرف انت شاطر في ايه وهو شاطر في ايه، وده عشان تحدد فرص نجاحك فين. رقم 2، انت لازم تعرف انت بتبيع لمين. وصاحب البالين كذاب، لأن مفيش حد هيعرف يتعامل مع كل الناس، والمجتمع المصري فيه اختلافات كتيرة جدا، زي العاملين بالخارج وأصحاب الأراضي وسكان الأقاليم والموظفين اللي شغالين في الشركات المالتي ناشونال وغيرهم كتير، وداخل كل شريحة من دول في أذواق واختلافات كتيرة. رقم 3، لازم تبني شبكة علاقات قوية جدا وتتواصل مع المطورين وتعرف إيه مشاريعهم الجديدة والعروض أول بأول، وحتى البروكرز أعرفهم على فكرة وتواصل معاهم وتبادلوا المعلومات والخبرات. رابع حاجة، اعرف كل الطرق التسويقية الأونلاين والأوفلاين وكل طريقة بتتعمل إزاي والهدف منها إيه عشان محدش يضحك عليك. ولازم تفهم كويس جدا إن التسويق العقاري بزنس، يعني إدارة وتسويق ومبيعات. خامس حاجة، اختار فريق يكون عنده طموح فعلا والقدرة على التعلم والصبر، وابدأ اعمل نظام لنفسك زي CRM عشان تنظم علاقتك مع العملاء من الليدز اللي بتجيلك، وعشان تتابع شغل الفريق الخاص بالمبيعات، ودايما دربهم ووفر لهم أفضل فرص لتطوير نفسهم. آخر حاجة، تابعني عشان تعرف ازاي تنجح.